الدعاء. محمد متولي الشعراوي عالم ديني ووزير أوقاف مصر سابق، من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث. مواليد 15 إبريل 1911 بقرية دقدوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. بينتمي لأسرة ريفية كانت بتعيش على زراعة الأرض، وكان وهو صغير بيساعد إخواته في الزراعة. في عام 1922 ختم القرآن الكريم وكان عمره 11 سنة. أبوه شاف فيه إنه ولد شاطر وذكي وطليع في قراءة القرآن، فأبوه شجعه إن هو يكمل تعليمه، فالتحق بالمعهد الزقازيقي الابتدائي الأزهري وحصل على شهادة الابتدائية. بعدها كده سنة 1923 دخل المعهد الثانوي الأزهري، ورشح إن هو يكون رئيس لاتحاد الطلبة ورئيس لجمعية الآباء بالزقازيق. وهو في الثانوية العامة أبوه شاف إن هو بيسافر من محافظة لمحافظة عشان يكمل دراسته، فخاف عليه إن هي واحدة من البنات البندر تاخده، فجاب له بنت فاختار له واحدة من بنت شيخ المسجد، وهو وافق على اختيار أبوه وتزوج وهو عمره 18 سنة، وأنجب منها 5 أولاد، 3 صبيان وبنتين. سنة 1937 كانت نقطة تحول في حياة الشعراوي. أبوه راح ودخله جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وده كان هنايا ساعده إن أبوه يبقى فلاح يود ابنه يتعلم في القاهرة. سنة 1919 تاريخ معروف لحركة المقاومة المحتلين الإنجليز. كان الشعراوي مهتم بالحركة الوطنية، هو وزمايله كانوا بياخدوا المنشورات اللي بتعبر عن سخط وغضب المصريين عن الإنجليز المحتلين وبيعلقوها في ساحة الأزهر وبيلقوا الخطب، وده أدى بقى لاعتقاله أكتر من مرة. سنة 1940 اتخرج من الكلية وحصل على العالمية في إجازة التدريس، وده كان سنة 1943. بعد تخرجه مباشرة عين في المعهد الديني بطنطا، بعدها انطلق للمعهد الديني بالزقازيق، ثم المعهد الديني بالإسكندرية. بعد فترة طويلة بقى من الخبرة انتقل الشيخ الشعراوي إلى المعهد الديني في السعودية سنة 1950 عشان يشتغل أستاذ للشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. بعد 10 سنين في السعودية سنة 1960 رجع بقى لهنا لبلده وتعين وكيلا لمعهد طمطمة الأزهري، ثم بعد ذلك مدير للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف عام 1961. أيضا عين مفتشا للعلوم العربية بالأزهر الشريف سنة 1962. عين بقى مدير لمكتب الإمام الأكبر لشيخ الأزهر حسن مأمون سنة 1964. سنة 1966 عين لرئيسا لبعثة الأزهر اللي موجودة في الجزائر. كمان عين أستاذ زائر بجامعة الملك عبد العزيز بكلية الشريعة بمكة المكرمة سنة 1970. عين أيضا رئيس بقسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز سنة 1972، ووزير الأوقاف وشؤون الأزهر بجمهورية مصر العربية. سنة 1976 عين عضو بمجمع البحوث الإسلامية. كان أول واحد أصدر قرار وزيري بإنشاء بنك فيصل كبنك إسلامي في مصر، ده كان سنة 1982. كمان عرض عليه مشيخة الأزهر وعدد من المناصب في الدولة، بس هو كان بيرفض وقرر في الفترة الأخيرة التفرغ للدعوة الإسلامية. سنة 1987 تم اختياره كعضو واحد مجمع اللغة العربية، لأنه كان طليع بيها وعنده خبرة وببلاغة كلمات وببساطة الأسلوب، وكان بيجيد التعبير بالشعر. كمان إن هو استخدم أيضا ذكائه وتعبيره في الشعر في تفسير القرآن الكريم. بدأ تفسير القرآن الكريم على شاشة التلفزيون سنة 1980، إلا أنه هو انتهى عند أواخر سورة الممتحدة وأوائل سورة الصف، لأنه توفى قبل اللي هو يكمل تفسير باقي سورة القرآن الكريم. كما أنه هو حصل على العديد من الجوائز والوسام سنة 1983 و 1988، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لبلوغ سن التقاعد. كمان حصل على الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعتين المنصورة والمنوفية. في يوم 17 يونيو 1998 بعد رحلة طويلة من المرض توفى الشيخ وإمام الدعاء محمد متولي الشعراوي عن عمر 87 عام. بعد كل الجوائز والعلوم والدراسات اللي حصل عليها، بتمنى يظهر أجيال زي الشيخ الشعراوي تكمل مسيرته. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.